الله العلم عند الله يعني. ما عندي امكانيه ابد يعني. انا بذاك العهد وقوه يعني، وبوقتها الاشاعه 50,000 دينار يعني، وانا ما عندي. من الناحيه الاجتماعيه ايش تعاني؟ والله هم صعوبه علي يعني، اشوف انا صعبه بس زين مثل ما نقول اشو يعني. انت متعين صباح؟ لا ما متعين. مخلص شو مخلص دراسه؟ والله بسادس ابتدائي. زين تتجول بين المدن العراقيه لو باقي يعني بس بمدينتك؟ من مدينتي بس. شلون تقضي يومك يعني حياتك اليوميه شلون تخلصها انت باعتبارك لتطلع؟ يعني اطلع مرات هناك يم المحلات مثل ما تقول وارجع. يم اصدقائك؟ يم اصدقائي نعم. إن ما حل بصباح على حين غره جعله يعاني من مشاكل اجتماعية تجلت في اختياره للعزلة، ومشاكل صحية من أبرزها ضعف البصر وآلام الرأس والساقين، يقابل ذلك توقفه عن مراجعة الأطباء لفرط حيائه وقلة إمكانياته المادية. على اثر شلون نقول مرض تيفوئيد، حراره اللي اتذكرها انا يعني ارتفعت حرارته الى درجه بحيث شلون نسميها نقول شمره، بحيث شمره او شمرتين. هذا ما طلع اثره الا بعد حوالي 3 سنوات 4 سنوات بدا يبين شلون نمو اطراف غير طبيعي، حاله اقرانه. على اي حال اخذناه في عهد النظام السابق للاطباء الى لجنه في بغداد، وهذا نسوي له عمليه، بس نسبه نجاح العمليه ايش قد؟ 5%. كانت يعني شلون الاطراف مالته تزداد بالطول، مثل ما شفتوا اقدامه، مثل ما شفتوا ايديه، مثل ما شفتوا كذا. طبعا هاي تنسحب على ملابسه، على شلون الشحاطه اللي يلبسها، يعني اثنين نقصهم بالنص ونخليه شلون توصله بالنص، بعدين يلا يصير هنا اليسرى اطلاقا العصب البصري ما يشتغل. يعني حتى اجراء مثلا عمليه جراحيه للعين، حال اقرانه او حال ما يصيب العيون لنقل من عمى او غيره، لا يمكن تلافيها اطلاقا. وحتى بالنظارات على اعتبار العصب البصري من الاساس حسب الاخصائيين انتهى. هسه عنده عين اليمنى فقط اللي يشوف فيها، اطرافه معاناته قعدته ما يقدر اطلاقا. يعني حتى في الرعايه الاجتماعيه اخذته اكثر من مره واكثر من مره واكثر من مره، يابا هذا الرجل تعالوا شوفوا انتم عندكم قرارات في الرعايه الاجتماعيه، ما عندكم قرارات تبع القرار الفلاني مثلا هذا عنده بصر او كذا او اطراف من هالقبيل، يقولون احنا ما عندنا ماده قانونيه تنص. اريد نقول هذا يشمل بشبكه الرعايه الاجتماعيه حسب القانون الفلاني، مو عندهم. فاحنا ما عندنا قانون اطراف وتضخم اطراف وهكذا عملقه. ليش؟ هو يعني انحرم من التعيين، انحرم اكيد انحرم من مجال العمل الحر. حتى دراسته على اثرها دراسته يعني